الا ما لعبناش بالتشكيله مع البرازيل غادي نخسروا. الا ما لعبناش بها غنساو الرباح، نساو 3 بوا، تعادل ما تشوفوش، غتشوفوا اكفس ماتش غتشوفوه في حياتكم. غدا تفقسوا لما كانتش التشكيله اللي نقول لكم دابا غسلوا يديكم على المغرب. ولكن الا كانت التشكيله ان شاء الله اللي نقول دابا نقدروا نربحوا البرازيل الا داروا ماتش كبير. رغم انني في الفيديو الاول قلت لكم ما غاديش نربحوا البرازيل كاع، الا لعبنا بالتشكيله اللي نقول الا لعبنا بها نربحوا البرازيل ان شاء الله، نربحوا البرازيل. ولكن بهذه التشكيله اللي نقول لكم، بهذه اللي نقول انا، ماشي شي تشكيله، التشكيله اللي نلعبوا بها واللي انا كتبان لي مناسبه. ما ندخل معكم ديريكت في الفيديو، ما كاين لا مقدمات لا هضره في الساف لا والو، سبونطاني من القلب للقلب. اول حاجه بونو حراسه المرمى بونو. ثاني حاجه حكيمي في الهضروات. مزراوي راه رجع كيتريني، راه اليوم في لا فيديو ديال اليوم شفتو كيتريني في لاغوش، حيت لما كانش هو غير غسلوا يديكم على الماتش. ضروري يكون مزراوي، لا ما خصوش ديك اللعيب ديال يخليه يرتاح، لا خليه حتى الماتش الثاني. اهم ماتش واصعب ماتش هو ديال البرازيل، على الاقل نجيبوا منه نقطه نضاربوا فيه نتقاتلوا. مزراوي في لاغوش ولا انس صلاح الدين هو دفاعيا رائع ولكن باقي ما واجدش. لا لعب بالعامري غير غسلوا يديكم. في وسط الدفاع ديوب وشادي رياض. عندك يقول لي راسو سير لعب حل ما حل ولا لا، ديوب وشادي رياض هاد الجوج يكونوا في وسط الدفاع. متوسط الميدان الدفاعي يعني كاسور، انا كنفضل امراض رغم انه ثقيل، رغم انه ما كيعرفش يخرج بالكره مزيان، ولكن في هذا الماتش خصنا امراض، ما خصناش بوعدي وما خصناش المرابط. بوعدي ومرابط لعبهم هجومي، كيزيدوا القدام، كيخليو لي سباس وراهم، كيغطيو غير واحد الجنبات ديال الملعب. اما امراض يقدر يكوفري لك هذاك النص ديال التران كامل، يجري فيه ويلعب فيه وما كيطلعش بزاف، ما كيغامرش بزاف، ديما كيكوفري على اللعابه اللي قدامه وكيوقف مع لا ديفونس. غادي يدير لنا واحد الزياده عدديه، وحنا في جوج الاطوار المقابله غادي نكونوا حنا مدافعين. خصنا واحد اللي كيعرف يدافع، واحسن منظومه كيعشقها امرابط وكيبدع فيها هي دفاع متاخر، وراه شفناه في كاس العالم 2022. قدامه يكون العناوي هذاك لا غبار عنه، هذاك هو اللي خصو يتحط التشكيل، هو حكيمي هما النمبر 1. العناوي حدا امراض، قدامهم الخنوس ما يلعبش وناحي ماشي ديال هذا الماتش. وناحي سخيف دغيا كيسخف اخوتي، اقسم بالله اللي كيتفرج مزيان في الكره والله حتى كيسخف سخيفه، وخصوصا يكون الطنطينه والشمس والرطوبه ما يقدش يجري داك الماتش كامل ويطلع وينزل. وضد النرويج ما دار والو، راكم شفتوا بلا الخنوس حسن باقي صغير كيطلع كينزل. الدوري الالماني كيعتمد على القوه وعلى لا فورس وعلى اللياقه البدنيه تكون طالعه بزاف، هما في الطونطرامون ديالهم عندهم اللياقه البدنيه رقم واحد. بلا الخنوس واجد بحال هاد الماتشات يطلع معاه كينزل كيضغط كيبريسي، ما كيعجنش بزاف في رجليه. بلا الخنوس هو اللي خصو يلعب، لا لعب وناحي مشينا فيها خوت. في ليلي غوش بلاص زلزولي انا كنفضل شمس الدين الطالبي، حيت يبقى يطلع معاك وينزل يطلع معاك وينزل ويجيري معاك الماتش ويتقاتل معاك. الجهه الاخرى ابراهيم دياز راكم شفتوه حنا شفناه كاملين انه كيعرف يطلع وينزل كيتقاتل كلشي. لو بوين غادي نلعبوا السيباري مهاجم واحد. هذه انا هي التشكيله كتبان لي مناسبه. يعني الا مشات تدخل لاعب بلاص الخنوس ولا ما بغاش يغامر بانس صلاح الدين ومزراوي دخلك بالعامري ولا دخل بوعدي في بلاصه امراض غير ميسو. الا ما كانتش التشكيله اللي قلت انا ان شاء الله، ولا يعلم الغيب الا الله، باش ما يجيش واحد في الكومنتات يقول لك كتعلم الغيب، لا، ولكن الا ما كانش التشكيله نقص منا غير واحد في هاد اللحظات اللي قلت، غير انا يسديكم على هاد الماتش ما نربحوش غنخسروا. خاص ضروري يكون هاد ال11 حكيمي مزراوي ديوب شادي رياض امرابط العناوي، قدامهم خنوس شمس الدين الطالبي دياز والسيباري في البول.
الا كانوا هاد ال11 ان شاء الله نقدروا نديروا شي حاجه، ولا دخلوا بالجرينتا والقتاليه والعزيمه، غير نقدروا نربحوا البرازيل، نقدروا نربحوا البرازيل. ولكن تقدر حاجه واحده اللي تخرج علينا، هي العيا الدراري بسبب الرطوبه والحراره، وما عندناش بونتوش هنا يقدروا ياكلونا البرازيل، وانا هذه اكثر حاجه خايف منها. وعلاش قلت لكم في فيديو الاول نخسروا مع البرازيل بسبب البونتوش اللي عندنا مقتول وضعيف بزاف بزاف بزاف. هذه هي التشكيله بالنسبه لي انا الافضل باش تلعب ضد البرازيل، والانسب والاقوى. الا لعب اناحي في بلاصه الخنوس، ولا لعب بوحدي في بلاصه امرابط بالعامري لاكوش، غنساو الماتش، غتفقسوا غنخسروا، ولا حول غتنعسوا معصبين. ومن ترجعوا ورا الماتش ان شاء الله ديال البرازيل، ونقص غير لعب واحد فادو وخسرنا، وغترجعوا تفرجوا الفيديو ديالي وتفكروني. ولكن الا دخل وهبي بهاد التشكيله بال11 كومبلي اللي قلت لكم، غتفكروا هضرتي وتعرفوني علاش قاعد. كانت هذه التشكيله المتوقعه من عندي، واللي كنقول انا تربح ان شاء الله البرازيل وغنكونوا فيها الطوب. ونقدروا نربحوا بها البرازيل، والعلم عند الله عز وجل. ما تنسوش تشتركوا في القناه، ديروا لايك على الفيديو، ما كنبغيش نطول عليكم الفيديوهات بزاف. كنتمنى نكون خفيف على قلوبكم. بيس اوت.